ذكرى 8 مايو 1945. فنجد أن الاستعمار الفرنسي لهذا الموضوع أعد له أول حاجة مناهج ورجال يعني أكفاء، ونحن يعني ربما يعني نتساءل لماذا اختار الفرنسيون بنيامين ستورا؟ على واش يعني الفرنسيين يعني الرئيس الفرنسي ماكرون اختار بنيامين ستورا؟ وقبل يعني أن أجيبكم يعني على هذا السؤال لابد أن نتطرق إلى من هو بنيامين ستورا هذا. يعني من جانب فرنسا بنيامين ستورا، من جانب الجزائر عبد المجيد، اللجنة تاع يقودها عبد المجيد يعني شيخ. فبنيامين ستورا هذا تقريبا يوجدوه أنه قضى قرابة نصف قرن في دراسة تاريخ الجزائر المعاصر. فهو من مواليد مدينة قسنطينة، يعني زاد في الجزائر عام 1950. نجد أيضا أنه ذو أصول يهودية وهو معادي للفكرة الإسلامية. التحق بالنضال السياسي في رحاب الحركة الطلابية، يعني كان أيضا في الحركة الطلابية، وكذلك هذه الحركة الطلابية كانت منتمية لليسار الفرنسي المتطرف. بنيامين ستورا تخصص في دراسة الحركة الوطنية الجزائرية، وأنجز حولها كل أعماله الجامعية. كل أعمال الجامعية تقريبا أنجزها حول الثورة الجزائرية، من الماجستير حتى إلى الدكتوراه. فنجد على سبيل المثال إلى الدكتوراه وإلى أيضا دكتوراه الدولة. والفصل الثالث وهو مواجهة التحديات، ونجد أن بنيامين ستورا تطرق في تقريره إلى آثار الذاكرة الاستعمارية والثورة الجزائرية على الجزائريين والفرنسيين. يعني يقول أنه ليس فقط يعني على يعني هذه الأعمال الإجرامية كانت على الجزائريين، وإنما أيضا كانت حتى على الفرنسيين. ونجد أن بنيامين ستورا يعني في التقرير نتاعو أحصى 7 ملايين شخص في فرنسا معنيين مباشرة بالذاكرة المشتركة المشتركة بين الجزائر وفرنسا. كذلك تعرض إلى الأقدام السوداء والحركة وأبناء المهاجرين، كما نجد أنه في التقرير عرج على خطابات الرؤساء الفرنسيين منذ الاستقلال لتحسين العلاقات بين البلدين في مجالات مختلفة. ونجد أن هذا التقرير الذي قدمه بنيامين ستورا قدم تقريبا يعني خطوة مانويل ماكرون في نقد النظام الاستعماري، وأيضا الاعتراف بمسؤولية الدولة الفرنسية في قتل الأستاذ موريس أودان اللي كان تقريبا يعني متعاون مع الثورة الجزائرية سنة 1957. كذلك نجد أنه من خلال التقرير تم إعادة 24 جمجمة لقادة مقاومة الزعاطشة يعني 1849 في سنة 2020. ونجد أن تقرير هذا اقترح 25 سبتمبر وهو يوما وطنيا للحركة في فرنسا. أيضا والسماح لهم ولأبنائهم بزيارة الجزائر. يعني مثل التقرير يقول يعني الأقدام السوداء لازم وهذه الحركة لازم يعني يزوروا تقريبا يعني زاويهم بالجزائر. ودعا أيضا إلى تدريس تاريخ فرنسا في المناهج الجزائرية بشكل أوسع، كما دعا أيضا إلى استرجاع الجزائر لأحد المسروقات التي سرقها الاستعمار الفرنسي أثناء تقريبا خروجه من الجزائر وهو سيف الأمير عبد القادر، وأيضا بناء تمثال له في مدينة أمبواز. إن موضوع الذاكرة كما نعرف هو موضوع تقريبا يعني شائك، وهو مشروع عمره تقريبا يعني 4 قرون، يعني منذ سنة 1772. موضوعا لا ينظر إليه تقريبا يعني عاطفيا، كما يعني نلاحظ أن بعض الدوائر يعني المحسوبة على السلطات الجزائرية المحسوبة على السلطات الفرنسية أنها تريد يعني تقريبا يعني طي هذا الموضوع دون حساب أو عقاب. إن نظرة ستورا كانت أحادية منحازة كثيرا للطرف الفرنسي، وتحليلاته كانت غير مؤسسة علميا تحمل في طياتها تقريبا يعني عندما ننظر لهذا المقال رسائل تقريبا يعني مشفرة يمكن أن تعود بالسلب على الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري. ومن الملاحظات أنه يعني يمكن يعني عندما ننظر نحل يعني هذا التقرير، من الملاحظات التي يمكن أن نلاحظها أنه اتهم الجزائر بأنها غير متصالحة مع تاريخها
وهذا ما نلمسه في تطرقه لمسألة الاحتفالات يعني الرسمية بفاتح نوفمبر أو ب5 جويلية. واش يقول في هذا؟ يقول لك يعني يذكر بأن الجزائر تحتفل بهذا التاريخ باعتباره الفعل التأسيسي لأمة تسترجع حقوقها في السيادة، غير أنه في هذا الاحتفال حسب ما ذكره بنيامين السطورة لا يتم التطرق إلى انقسام الجزائريين ولا إلى الاشتباكات التي كانت بين جناح الحركة الوطنية الجزائرية منها يعني بقيادة مصالح حاج وجبهة التحرير الوطني الانقسام اللي كان يعني بين المصالحين وبين يعني المركزيين. وكذلك لا يتم أيضا التطرق إلى قضية ما تعرض له الحركة أيضا. يقول أن الحركة يعني عندما كانوا في الجزائر أنهم اللي تعاونوا مع فرنسا أنهم عند الاستقلال أنهم تعرضوا إلى ماذا؟ إلى انتهاكات يعني كبيرة من طرف ماذا؟ من طرف الشعب الجزائري. وكأن السطورة يريد أن يقول على الجزائريين أن يتصالحوا مع تاريخهم أولا. كما أنه يطرح ملفا شائكا آخر، وهناك ملف آخر وهو الأقدام السوداء الذين تقريبا يعني شكلوا جمعيات المطالبة تقريبا يعني باسترجاع عند محامين فرنسا باسترجاع ممتلكاتهم يعني في الجزائر يعني، وهي تقريبا يعني استغلها الشعب كما يقول الشعب الجزائري. ويحاول الصورة في بداية تقريره أيضا أن يقول بأن ضحايا الفترة الاستعمارية ليسوا جزائريين فقط، بل شملت حتى المعمرين الذين دخلوا فرنسا سنة 1962 ووجدوا صعوبة كبيرة في الاندماج في المجتمع ماذا؟ المجتمع الفرنسي، فكانت لهجتهم وطريقة عيشهم مختلفة، وكان ينظر إليهم بأنهم تقريبا يعني المسؤولين عن الصراع الذي انتهى. إن أبجدية ثورة التحرير ومجاهدينا أنه يستحيل التغاضي عن هذا الملف لأنه مرتبط يعني بالنقاط ماذا؟ بالنقاط التالية. أول يعني ملف الذاكرة نوجد أنه مرتبط ماذا؟ مرتبط بنشأة الدولة الجزائرية. ثانيا لها مخلفات إدارية وإنسانية، نجد أن الفرنسيين تقريبا يعني نفوا الآلاف من العائلات خارج محيط أوروبا وكاليدونيا الجديدة، مع حرق أرشيف الأنساب. فنجد على سبيل المثال بعدما كان الجزائر تقريبا يعني كتلة ديموغرافية يعني واحدة واسعة الأنساب، العرب يعرفون أنسابهم، الموريسكويون يعرفون أنسابهم، والأندلسيون أيضا يعرفون أنسابهم، والأفارقة يعرفون أنسابهم. كذلك تفكيك أمة من خلال جلب المعمرين وشزاز الآفاق من أوروبا. وهنا أتذكر سيد دورا مؤسس الصليب الأحمر الجزائري وهو من سويسرا يقول في أحد رسائله السويسي يعني هذا تقريبا يعني هذا ميسي دوران كان يعني يملك تقريبا يعني كان يملك مستثمرات كبيرة يعني في جيجل وأيضا يعني في الصيف. واش كان يقول هذا ميسي دوران؟ كان يكتب الرسائل نتاعو للسويسيون، يقول في الرسائل نتاعو تعالوا إلى الجزائر إن السنبل الواحد أطول من الرجل وإنهم لا يحصدون. كذلك ديون القمح والمبالغ الهامة منذ سنة 1789 والتي اقترضتها من حكومة الدي حسين. كذلك التقتيل والتهجير والإبادة الجماعية التي تعرض لها الجزائر تقريبا يعني منذ المقاومات تقريبا يعني الشعبية. كذلك القوانين الزجرية والعنصرية التي أصدرتها قوات الاحتلال والتي ترتب عنها أضرار مادية ومعنوية. أيضا جرائم الحرب في سياسة الأرض المحروقة والأسلحة المحرمة دوليا كالنابالم في واد مزي وبطانيات تحتوي على أداء الجدري منحت لإخواننا في الأغواط وسنة 1852 وضحايا التجارب النووية في كل من رجال وإينيكر. أخيرا ماذا نقول لشهدائنا الأبرار يوم القيامة منهم بن مهيدي الذين نزعوا أظافره وسلخوا شعره الذي قال إذا استشهدنا دافعوا على أرواحنا، نحن خلقنا من أجل أن نموت لكن ستخلفنا أجيال لاستكمال المسيرة الوطنية. إذن هذه تقريبا يعني بعض النقاط يعني أردت أن أبلغها الجميع يعني نقاط يعني مهمة يعني تعنى بموضوع الذاكرة. وهذا الموضوع الذاكرة مهم يعني بالنسبة للجزائريين بالنسبة للطلب يعني كل تقريبا القاسي وداني كل الناس تقريبا يهمهم يعني هذا الموضوع يعني المهم ماذا؟ المهم جدا. إن أصبت
فمن الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام. شكرا لك محمد بأحمد.